السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة وجميلة ولذيذة كمان، وهي نوع من انواع التحلية الباردة. ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص، سهلة وسريعة. النهاردة وصفتنا هتكون مهلبية الفراولة مع صوص الفراولة الجميل ده، وبدون ألوان صناعية. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ وصفتنا النهاردة. أول حاجة بتكون معانا 350 جرام من الفراولة، غسلناها كويس وحطيناها في الخلاط، ضربناها كويس جدا بدون اي اضافات. وبعدين جبنا بولة وجبنا الفراولة اللي احنا ضربناها في الخلاط والمصفى بتاعتنا برضو، وابتدينا ان احنا نصفي الفراولة كويس جدا عشان خاطر الحبيبات اللي بتكون في الفراولة. طبعا لازم تتصفى كويس جدا علشان خاطر بالنسبة للمهلبية بتاعتنا عشان تطلع كريمي كده وناعمة، بنكون مصفينها وحاشين كل الاجزاء اللي بتكون زيادة من الفراولة. وبالنسبة للمقطع الاولاني اللي هو انا كنت ضربت الفراولة في الخلاط لان حصل بس معايا مشكلة في التصوير. انا ما ضفتش طبعا اي شيء للفراولة، هي بس بدون مية بدون سكر بدون اي شيء. تمام كده وخلاص كده احنا خلصنا تصفية العصير كويس جدا من الحبيبات اللي فيه، وهنبتدي نعمل الخطوة اللي بعد كده. جهزنا الحلة بتاعتنا وحطينا فيها العصير بتاع الفراولة. تمام كده وهنبتدي نجهز للخطوة اللي بعد كده. بنجهز كوبايتين من اللبن، كل كوباية 300 ملي. وبنحطهم طبعا على العصير بتاع الفراولة. ده المقدار، انت لو حابة تزوديه عادي براحتك، مفيش اي مشكلة. وبعد كده بنخلط اللبن مع العصير الفراولة كويس جدا، وبنكون مجهزين نص كوباية من السكر. وطبعا التحلية دي بتكون على حسب الرغبة، يعني هو بالنسبة لنص كوباية كويس جدا بالنسبة للمقادير دي. حابة انت السكر زيادة دي بيكون على حسب الرغبة. وبنقلبهم مع بعض برضو كويس جدا، وبنكون مجهزين ربع كوباية من النشا. بس كده. وطبعا هقلب كل المكونات اللي انا حطيتها مع بعضيها على البارد كويس جدا، وبعدين برفعها على النار، على نار متوسطة جدا، وببتدي ان انا اقلب فيها وما اسيبهاش ابدا وهي على النار واروح عنها، لا لازم افضل اقلب لحد ما قوام المهلبية بتاعتنا يبقى مظبوط. تمام كده. وبالنسبة للخطوة اللي بعد كده بنكون مجهزين مكعب من الزبدة وبنضيفه على الخليط بتاعنا، وبنفضل نقلب فيه لحد ما يدوب. هو يعني اكيد مكعب الزبدة هيدوب طبعا من الحرارة بتاعة المهلبية، فعادي حتى لو ما قلبتوش بيدوب لوحده، مفيش اي مشكلة. بس انا طبعا بقلب كويس عشان خاطر كل المكونات تختلط ببعضيها. وبعدين كنت مجهزة ربع كوباية من الكريم شانتيه، ضفتها وابتديت ان انا اقلب كويس برضو لحد ما كل الحبيبات او اي شيء في المهلبية تدوب، ما تبقاش فيها اي حاجة. لازم يبقى قوامها كريمي جدا كده وناعم. وزي ما انتوا شايفين كده جبت الكوبايات بتاعتي وابتديت ان انا اضيف المهلبية زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش هاملة الكوب على الاخر لان طبعا لسه في اضافة تانية، بس هي لازم الخطوة دي تتعمل الاول عشان خاطر المهلبية تبتدي لحد ما نجهز الخطوة اللي بعد كده، طبعا اللي هي بتكون الفراولة او الطبقة التانية يعني بالنسبة للمهلبية. وزي ما انتوا شايفين كده تاخدوا بالكم كويس لان طبعا برضو بتكون سخنة. خلاص كده عبينا كل الاكواب اللي معانا، وطبعا ما ننساش ان احنا ما نملاهاش على الاخر، يعني بنسيب فيها كده حبة بسيطة عشان خاطر الطبقة التانية. ولو كنت وصلت معانا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة دي، قناة اكلات وتكات لبنى. يا ريت تشتركي وتشرفينا باشتراكك، وما تنسيش اللايك والشير. وده كان شكل الاكواب بعد ما خلصتها وحطيت فيها المهلبية الفراولة. تمام كده. وانا جبت برضو 350 جرام تاني من الفراولة، غسلتها كويس وابتديت ان انا اقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. يعني مكعبات وسط، مش صغيرة اوي، لان احنا يعني محتاجين ان احنا نخلي فيها زي قطع من الفراولة واحنا بنعمل صوص الفراولة. الوصفة دي يا جماعة والله جميلة جدا وطعمها حلو وشهي والاطفال بيحبوها. وكمان لما بتحطيها في التلاجة وتبقى ساقعة كده ومتلجة في الجو الحر اللي احنا فيه ده، جميلة جدا وترطب على القلب. الخطوة اللي بعد كده طبعا بنجهز الصوص الفراولة اللي هو بيكون فيه قطع من الفراولة. بنجهز الطاسة وبنضيف الفراولة اللي احنا مقطعينها وبنخليها على نار متوسطة، وبنضيف معاها كمان نص كوباية من السكر. وطبعا زي ما انا قلت لكم السكر ده بيكون على حسب الرغبة، حابة تزودي او تقللي دي حاجة ترجع لك انتي. تمام. بس وببتدي ان انا اقلب طبعا الفراولة والسكر مع بعض لحد ما
الفراولة تنزل السوائل اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. لان طبعا احنا بنحتاج ان تكون فيها قطعة ونفس الوقت يكون فيها الصوص ده اللي انتوا شايفينه، طبعا بيبقى جميل جدا ورائع وطعمه حلو خالص، كمان شكله جميل. خلاص بقى كده انا هنزلها من على النار لانها خلصت، وبسيبها تهدى شوية لحد ما تبرد يعني شوية، وبجيب الاكواب بتاعتي المهلبية اللي احنا كنا مجهزينها وبردت، وببتدي ان انا ازينها او احط الطبقة التانية من الفراولة زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده. على فكرة بالنسبة للصوص ده ممكن تعمليه وتشيليه في التلاجة، ممكن تزيني بيه، ممكن تحطيه على اي حلويات انت بتحبيها، على ايس كريم، اي نوع حلويات انت بتحبيه، طبعا بيسهل عليكي وقت ومجهود وكمان طعمه حلو وجميل. وزي ما انتوا شايفين كده لونه حلو جدا، وطبعا بدون اي الوان صناعية، ده بيكون لون الفراولة الطبيعي، لونها حلو وجميل وزاهي كده، وتحس ان يعني ريحة وطعم لذيذة اكتر من لذيذ كمان والله. وزي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا اوزع كل الكمية اللي معايا على سطح الاكواب اللي موجودة. وخلاص كده ابتدينا ان احنا نخلص كل الاكواب اللي معانا، وده بيكون شكلها النهائي. شكلها طبعا جميل ويفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت لسه ما حطيتهاش في التلاجة، ده كان قبل ما انا احطها في التلاجة، برضو متماسكة وحلوة مش خفيفة، مظبوطة. يلا حط لايك ما تنسيش فكرك. وده كان خلاص كده بعد ما انا طلعتها من التلاجة، يعني اقل شيء ساعتين تحطها في التلاجة، حابة تخليها اكتر من ساعتين برضو عادي براحتك خالص، بالعكس بتكون اجمل واحلى، بتكون باردة وساقعة كده وجميلة وتفتح النفس وترطب كده على القلب في الجو الحر اللي احنا فيه ده. طبعا انا دقتها بصراحة كانت جميلة ولذيذة جدا، تحفة ما شاء الله، طعمها يعني مش قادرة اوصف لكم جميل ازاي. وكمان ريحة الفراولة وانتي بتاكليها مع المهلبية طعمها اصلا يعني تحسها ان هي مش مهلبية خالص، اللي هو احنا ايه يعني مدلعين المهلبية حاجة كده مدلعة. وخلاص الفيديو خلص والوصفة خلصت، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم ونالت اعجابكم وتعجب اولادكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم.